في تبديل ثاني. نعم اللاعب أحمد العجمي، هذا هو سبب تأخير بداية الشوط. أحمد العجمي رقم 3 يشترك مكان دانيال كولمان. تبديلين وليس تبديل واحد أجراه مدرب نادي النصر قبل بداية الشوط الثاني، باقي له تبديل واحد. بالتأكيد هناك تبديل اضطراري، خروج دانيال كولمان مصابا. وطبعا سألت مساعد مدرب نادي النصر قال يعني الإصابة لا تدعو للقلق الكبير، لكن هو لازال موجود ولم ينقل إلى، لازال موجود مع الفريق الآن. هذه كرة عرضية خطيرة لكن عندها محمد شريقي. إذا تبديلين جروا في نادي النصر مرة أخرى. أحمد الخير 8 مكان بدر الحقباني 17، وأحمد العجمي 3 مكان دانيال كولمان رقم 28. تبديلين، باقي تبديل واحد. ونادي الوحدات مدرب لم يبدل أي أحد أبدا، رغم أن فريق نادي الوحدات يعني بالحاجة بالفعل إلى تبديل، إلى طبعا إجراء أو إلى دفع بعناصر يمكن تعيد الثقة للفريق. بكل شيء كان النصر أفضل من الوحدات في الشوط الأول، لكن ننتظر 45 دقيقة ثانية. ركلة حرة. النصر بالشوط الثاني يهاجم من اليمين لليسار بألوان الصفراء، الوحدات يهاجم من اليسار إلى اليمين، وكرة عالية لكن قاطع. رأفت علي يقوم بالدور الدفاعي. ترتد الكرة، تعود بالخلف أمامية. الكرة ملعوبة لكن أيضا في فرانشيسكو. فيصل سيف، كرة يشتتها الدفاع. هيثم سمرين، جو شديد البرودة بالفعل هنا هذا اليوم. ترتد الكرة، رأفت علي ينطلق، رأفت بيحاول على اليمين خطيرة. عامر عامر عامر، والكرة العرضية. اي كل جمهور الوحدات قام من مكانه، لأنه بالفعل هجمة نفذت بطريقة ممتازة. بدأت من رأفت إلى عامر، وعامر لعب الكروس اوفر، لكن أيضا كرة تمر ما فيش. هي كرة عامر ديب عرضية ملعوبة، ومصطفى شحتة وضع رأسه لكن الكرة أفلتت. فرصة كبيرة، ويمكن طبعا نادي الوحدات حتى جمهوره بدأ ينشط في الشوط الثاني. الوحدات يحاول أن يتعادل، حتى الآن طبعا نادي النصر هو المتأهل، ونادي النصر يعني في ظل هذا التقدم من لاعبي الوحدات يحاول أن يخطف هدف ثاني. أعتقد لو نادي النصر تمكن من زيارة الشباك مرة ثانية هذا بالفعل حيكون في صالح الفريق. طبعا لأنه لو النتيجة تصل إلى 2-0 سيتأثر نادي الوحدات معنويا. حتى الآن 1-0 يعني الوحدات يبقى قريب، لأن تخيلوا لو نادي النصر سجل هدف ثاني، نادي الوحدات مطالب أن يسجل 3 أهداف وليس هدفين. هذا إذا النصر سجل هدف ثاني. لا نريد أن نتوقع الأمور قبل حدوثها، لكن نادي النصر بالفعل خطير بهجمات مرتدة، والوحدات بادئ بداية ممتازة للشوط الثاني. وهذه كرة عرضية محمد شريقي من حسن عبد الفتاح. هذا حسن عبد الفتاح كما قلت من المرشحين ليكونوا أحسن لاعب في الأردن لعام 2005. أعتقد اللقب بينه وبين اللاعب خالد سعد لاعب النادي الفيصلي اللي كان له دور كبير جدا بفوز النادي الفيصلي ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي. طويل الكرة، فرانشيسكو ليما يهيئ على جهة اليسار، في جيري يتدخل معه فيصل إبراهيم، تعود لجيري. جيري يحاول قدم يسرى ممتازة، وجيري حقيقة لاعب يعني نحيل، ممكن أي احتكاك يعني يسقط على الأرض. لاعب لا يتمتع بقوة ولكنه يتمتع مهارة عالية جدا، مهارة اللاعب البرازيلي رقم 27 بنادي النصر السعودي. وهذا هيثم سمرين يرسل كرة طويلة. شلباية وظهره للمرمى. شلباية لكن كرة اتجهت على اليمين، يحاول يهيئها، مضغوط عليه. شلباية يتابع طريقه ويحاول كرة عرضية، لكن أين بعيدة تماما. لا زال الوحدات يامل أن يحقق التعادل أمام جمهوره. مباراة جماهيرية، جمهور كبير طبعا يحضر، يتحدى عوامل الجو. حقيقة يمكن هناك أخبار وصلتني تقول أنه يمكن أكثر من 5 أو 6 آلاف متفرج خارج الملعب لم يجدوا لأنفسهم مكانا، واتجهوا طبعا اللي عنده اشتراك في قنوات TRT ذهب إلى بيته ليشاهدها، اللي ما عنده اشتراك ذهب إلى طبعا المقاهي اللي عندها اشتراك طبعا الشركات على أساس أنه يشاهدها عبر المقاهي وحتى أيضا عبر دور السينما. ترتد الكرة على جهة اليمين، أمامية ملعوبة عند اللاعب رقم 11 سعد الحارثي. سعد اللي قبل أيام وقع عقد مقابل 2 مليون ريال مع نادي النصر. طبعا نادي النصر يدرك قيمة هذا اللاعب، وبالتالي لا يستطيع أن يفرط به أبدا. هذه الكرة على جهة اليسار. رأفت بتقدم، ضاغط عليه سعد. رأفت، باسم فتحي
طويلة لكن منطقة الوسط لاحظوا تكاد تكون خالية من لاعبي الوحدات. يتقدم هذا اللاعب الجديد أحمد الخير. أحمد يريد أن يكون وجهه خير على نادي الوحدات، ولكن كرة طالت من أحمد تصل عند فيصل عرضية إلى عامر ديب. محمود شلباي بيلعب الوان-تو، شلباي إلى عامر بيتقدم من اليمين بحول الأوفر، ما فيش ولا لاعب باللون الأخضر، ما فيش ولا لاعب فيه. محمد شريفي كرة مشتركة بينه وبين حسن عبد الفتاح. سلامات لمحمد شريفي، بالفعل حارس مرمى يتمتع بردود فعل ممتازة، ويبدو أنه طبعا إصابة بحاجة إلى إشراك المسعف لنادي النصر السعودي. سلامات إذن لهذا الحارس. حقيقة هي فرصة أن نتحدث عن حراسة مرمى بنادي النصر عبر سنوات طويلة جدا. يمكن من يتابع نادي النصر من فترة طويلة جدا يتذكر أسماء مثل سالم مروان، مثل المرحوم مبروك التركي، مثل أيضا محمد خوجلي الحارس له الاحتياطي هذا اليوم، لكن أسماء كبيرة جدا. عموما نادي النصر طالما قدم أسماء في الكرة السعودية، ماجد عبد الله، فهد الهريفي، عبد الله عبد ربه. لاحظوا أن أحاول أن أتذكر، والأسماء اللي أتذكرها يعني هي على سبيل المثال لجنة الحصر بكل تأكيد. يوسف خميس أيضا اللي سبق أن درب نادي النصر، توفيق المقرن، كابتن ناصر الجوهر اللي كان مدرب المنتخب السعودي. يعني نادي النصر من أكبر مدارس كرة القدم في السعودية. اللعب يستهدف مرة أخرى، وهذه كرة عالية خطيرة وفرصة والتعادل. ضاع التعادل. كرة عرضية ملعوبة مرت من الأول ولم تمر من الثاني، ولكنه أخطأ المرمى. كرة مرفوعة من اليسار، لكن الوحدات يبدو بالشوط الثاني شكل ثاني. معلش أي فترة توقف. أيضا سأتحدث عن نجوم الوحدات القدامى، تحدثت عن نجوم النصر ويجب أن أذكر نجوم نادي الوحدات، لأن الوحدات أيضا فريق كبير وعريق في الكرة الأردنية، بالذات من عام 1980 عندما فاز لأول مرة بدوري الأردن. هذه كرة عند فرانشيسكو، يتقدم فرانشيسكو، مضغوط عليه فرانشيسكو، تصل عند رأفت وفي فاول في تحسن وحداتي بهذه الآونة. الجمهور حتى استفاق. ركلة حرة، حسن بعليها، حسن داخل منطقة الجزاء ويلتقطها بسهولة اللي هو محمد شريفي. لاحظوا بالشوط الثاني يتحمل عبء أكثر، لكن النصر يراهن على أن يستهدف هدف مرتد، لأنه كما قلت هدف مرتد ربما سينهي الأمور لصالح نادي النصر السعودي. هذا أشرف، فقد الكرة أشرف، خلصها منه فرانشيسكو يمر، يلعبها إلى جيري، من برازيلي إلى برازيلي. جيري يمر، جيري مراوغ من الطراز الغير عادي أبدا. مراوغ حقيقة لاعب لو اشترك معه كما قلت ربما يسقط أرضا، لكن أيضا لاحظوا مهارته الكبيرة جدا. ويفقد الكرة جيري. عامر ديب إلى فيصل إبراهيم، وفاول لصالح فيصل إبراهيم على سعد الحارثي. عامر ديب أمامية، عامر إلى شلباية بحول على جهة اليسار في رأفت علي. حلو أداء الوحدات الشوط الثاني، والكرة العرضية وبعيدة. في كرات عرضية كثيرة لكن غير مستغلة من لاعبي الوحدات، لكن أيضا ما غاب عن الوحدات في الشوط الأول بدأنا نشاهده في الشوط الثاني، وهو طبعا الاندفاع الهجومي. الشوط الأول استسلم تماما لدفاع النصر، الشوط الثاني صارت هناك حلول أكثر، انتشار أفضل، وهذه كرة عرضية تمر من الجميع إلا محسن الحارثي، خلصها الحارثي، طويلة ملعوبة. دابوندي، سعد الحارثي يلعب أمامية سعد، لكن طالت تصل إلى فيصل إبراهيم. هذا فيصل بيتقدم، عرضية على جهة اليسار. مقطوع الكرة، سعد الزهراني، فيصل سيف. تبديلين اجراها مدرب النصر، لأن بالفعل هو يعني اجرى تبديلين، وكان متوقع ان يبدل دانيال كولمان لانه اصيب اخر الشوط الاول، لكن التبديل الثاني هو اللي كان مفاجئ لنا. لماذا لم ينتظر؟ لكن هو اراد ان يدفع بلاعب على اساس ممكن يمنح فريقه طبعا سيطرة اكثر من منطقة الوسط ويؤدي الدور الدفاعي. هذا سعد يشترك معه فيصل، يخلصها من سعد وحسن الى هيثم سمرين المدافع الوحداتي المتاخر.
هيثم سمرين، طويلة من هيثم، طويلة ملعوبة على جهة اليسار في مكان ممتاز في رأفت علي، رأفت استقبلها على صدره وكرة خرجت أم لم تخرج؟ لم تخرج الكرة، تصل مرة أخرى عند سعد الزهراني، طويلة من سعد، أقرب إليها دابوندي. الوحدات تحرك وجمهوره تحرك، ولكن السكور، لكن النتيجة بقيت كما هي دون تعديل. الوحدات تخيلوا في الشوط الأول تقريبا ما عندوش ولا فرصة، في الشوط الثاني حتى الآن سنحت له فرصتين. هذا جيري دائما بقدمه اليسرى، يمرر جيري الى فرانشيسكو، وفرانشيسكو يعيدها الى جيري، لا لم يعيدها، وصلت الى قطعها منه، قطعها حسن بيلعب واحدة طويلة عند رأفت واختراقاته على اليسار، رأفت يحاول، واضح تماما عملية يعني انه رأفت يكون مفتاح اللعب من جهة اليسار. رأفت يحاول كرة عرضية ويستقبلها مصطفى داخل منطقة الجزاء، يهيئ الى عامر يخطئ المرمى، يسددها بعيدة، لكن الكرة تبقى والعرضية وفرصة شلباية، ترتد. الوحدات ضاغط التعادل 1-1 حسن عبد الفتاح يتعادل. نعم، نفس الطريقة، نفس الاسيست، نعم اسيست رائعة، اسيست رائعة، وحسن عبد الفتاح ايضا هو الاخر يحسن النهاية. اعتقد اللي اعادة شلباية والمحاولة، قلت الوحدات في الشوط الثاني شكل ثاني، الوحدات في الثاني شكل ثاني ابدا، والوحدات يتعادل. وحقيقة جماهير الوحدات هنا فرحتها غير عادية، فرحة هستيرية في مدرجات استاد الملك عبد الله في القويسمة. الوحدات 1 النصر 1، يتعادل الفريقان، وبالفعل تتعادل الكفتان، وكما حصل في الرياض 1-1 هنا في عمان 1-1. ولكن علينا أن ننتظر ماذا سيحصل. ها هي شلباية مضغوط، سدد شلباية، ارتدت، وشلباية هو اللي عادها، نعم شلباية هو اللي عادها إلى حسن عبد الفتاح، وقلت هذا حسن لاعب رائع، لاعب صغير في السن حسن، ولكن أيضا فعله كبير. ها هو يدرك التعادل الوحداتي 1-1. النصر في الشوط الثاني حقيقة يعني ركز على الدور الدفاعي، وركز على أنه يقوم بهجوم مرتد، ولكن أيضا كان هناك إصرار الوحدات، تحسن وحداتي كبير، والكفتان تتعادلان. لكن أيضا علينا أن ننتظر لأن الوحدات بدأ يركز أكثر بهجومه، وفريق النصر يعني مدرب نادي النصر خالد القروني يعني اضطر إلى تبديلين، أخرج بدر الحقباني حتى يدفع بأحمد الخير، على أساس طبعا يمكن أحمد الخير لاعب بسرعة الخط الوسط، وأيضا بمساندة للمدافعين ممكن يلعب دور، وأشرك أيضا تبديل اضطراري اللي هو أحمد العجمي مكان دانيال كولمان. بقي له ورقة واحدة، فبالتالي يعني الفرص الآن موجودة عند مدرب الوحدات عادل يوسف أكثر من الفرص الموجودة عند خالد القروني مدرب نادي النصر. لكن هذا أيضا لا يعني شيء. هذه كرة طويلة والحافي يصد الحارس والفرصة، الله خطيرة الكرة، خطيرة يتابع الحافي، فرصة نصراوية وسقوط داخل منطقة جزاء عادية. في الشوط الثاني في كرة، في أداء، في هجوم، في هجوم. يا على الكرة الأخيرة، يا لاحظوا قنديل باستماتة وترتد ويتابع جيري، ولكن فيصل إبراهيم باستماتة كاد النصر أن يفعلها، ولو فعلها النصر الوحدات مطالب بهدفين وليس بهدف. يا على الكرة الأخيرة، اللي بالفعل يعني كادت أن تقتل الفرحة الوحداتية بهدف التعادل. طويلة ملعوبة 1-1. هدف حسن عبد الفتاح بالفعل أحيا جمهور الوحدات، أشعل الملعب، جعله كله حرارة، وحقيقة جو شديد البرودة، لكن الكل الآن نسي البرد القارس. هذا الزهراني.